إذن مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بمنطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، واللي غادي نقول لكم من خلاله ما راجع داخل جلسة أو ما راجع داخل القاعة 3 بهذا المحكمة قبل قليل من في إطار ما يعرف بملف ولد الشينوية ومن معه. الجلسة انطلقت قبل قليل بحضور السيد رئيس الجلسة ومستشار على يمينه ومستشار على يساره، والسيد ممثل النيابة العامة والسيد ممثل كتابة الضبط. حضرت الهيئة، التزم الجميع الصمت. بعد قليل طلب السيد الرئيس من عناصر الأمن أو استجوبهم حول وصول المعتقلين أو الموقوفين، فأجاب أحد رجال الأمن بأن ربما تأخر حضور أحد المعتقلين لترفع الجلسة قبل أن تنطلق. وبعد حوالي 10 دقائق عادت الهيئة الموقرة داخل المحكمة وطلبت بإحضار المتهمين اللي لم يكونوا سوى غيضة البوزيدي الملقب بولد الشينوية، والمعتقلة الآخرة المسماة فاطمة والملقبة ببنت عباس، يوتيوبرز حتى هي. عموما انطلقت الجلسة. نادى السيد رئيس الجلسة على المتهمين المعتقلين والحاضرين في حالة سراح. كل عدد الأطراف كانت حوالي 12 أو 13 متهم، من بينهم 2 متابعين في حالة اعتقال والباقي متابع في حالة سراح. ابتدأ السيد الرئيس بالحديث مع الملقب بولد الشينوية وسأله أول شيء عن اسمه الكامل واسم الأم والأب، وهل عندك وكلت محامي لتكون الإجابة. حتى واحد ما بغى يترافع عليا، مع العلم أنني ما عيرتهمش. هذاك الفيديو ديال انني كنقول نصابه او شفاره مفبرك، وكنطلب من هيئتكم الموقره انكم ديروا خبره على ذاك الفيديو. رد عليه السيد القاضي المحترم باننا لسنا هنا للبت في ما راجع في ذلك الفيديو، نحن هنا في اشياء اخرى. بعد قليل طلب منه بأن يلتزم الصمت، تكلم مع الحضور وعاد إليه مرة أخرى وقال له: اسمع السيد، شنو غادي نقول لك؟ ما لا يؤخذ بالشدة يؤخذ باللين. السادة المحامون هم مترفعين على أنك، والمهنة ديال المحاماة مترفعة على أنها تسقط في أنك عايرتيهم أو عايروك. قلب على راسك، تقدر تلقى محامي ولو كانوا واخدين عليك شي موقف، ما غاديش يترافعوا على الافراد ديال العائله ديالك ولا الافراد اللي معك. اذا هذا ما قاله السيد رئيس الجلسه لكي يروج امامها ملف ما يعرف بولد الشينوية ومن معه. ما لا يؤخذ بالشده يؤخذ باللين، ومهنه المحاماه هي مترفعه عن مثل هذه المتابعات، او بان زعما غادي يتقلقوا عليك وما غاديش يترافعوا عليك. لا، يعني حاول ما امكن. ولهذا طلب منه غيضة والشينوي، طلب من السيد الرئيس بان يمهله مده حتى يعد الدفاع او يجد من يدافع عليه. لهذا تاجلت الجلسه الى تاريخ 29 من نفس الشهر، يعني الجمعه المقبل. إذا تأجيل إلى غاية 29/11/2024 من أجل تنصيب وإيجاد الدفاع، ماشي إعداد الدفاع، لأنه مازال ما لقاش من يدافع عليه. السادة المحامون لحد الساعة حتى واحد ما بغى يترافع عليه. واش هذا موقف غادي يبقى دائم أو غادي يتغير؟ هذا ما سنعرفه في الجلسات القادمة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.